لا انا هرتب المانيا اول واسبانيا تاني. القلب برضو بيحكم في الاخر. المانيا اول واسبانيا تاني، وبعد كده بنروح على بلجيكا، كندا، المغرب، وكرواتيا. اعتقد يعني انا بعتقد كرواتيا هتبقى المركز الاول. ماشي. انا برضو في ليا زميل في كرواتيا. مين فيهم؟ عزيز عليا جدا، بيريزيتش. اوف، ايفان بيريزيتش. انا لعبت معاه في دورتموند، خلي بالك. قوي جدا، حبيبي جدا، لعيب قوي جدا. وطبعا لسه انا على طول بنتكلم وفي استمراريه في الكلام، وبتمنى له طبعا التوفيق، ولعيب بيلعب في كل حته في الملعب. في كل حته. وبعدين عنده بقى يعني عنده خبره احراز الاهداف في البطولات الكبيره. يعني هو احرز كاس عالم واحرز كاس اوروبا، ومش احرز اهداف عاديه، لا احرز اهداف مؤثره جدا ومهمه جدا، واهداف بتكسب الفرقه، واهداف بترجع الفرقه، واهداف في اوقات قاتله، ولاعيب خلاص عنده خبرات بطولات. بيريسيتش بعد مودريتش هو اهم تاني لاعب في كرواتيا. بصراحه يعني. فانا يبقى كرواتيا اول. انا بعتقد كرواتيا هتبقى الاول وبلجيكا هتبقى الثاني. اوكي. المنتخب البلجيكي، خلي بالك بلجيكا يعني فرقه قويه جدا جدا جدا، بس من 4-5 سنين كانت الفرقه دي فيها اكتر من 4-5 عناصر مهمين جدا. صح. النهارده بلجيكا هي دي بروين. وقع منهم روميلو لوكاكو، وقع منهم لوكاكو بس لوكاكو مستواه قل عن ال3-4 سنين طبعا. ما انا كده بقول لك وقع منهم لوكاكو وايدن هازارد. كان من 4 سنين 5 سنين كانت بلجيكا من اقوى المنتخبات اللي في العالم، ومن اقوى طريقه اللعب. خلي بالك هم مصنفين، هو تقريبا مصنفين الثاني في العالم. بس التصنيف ده بيبقى انا بعتقده ملوش علاقه ببطوله كاس عالم. التصنيف ده علاقه بقى ان انت مباريات السنه كلها بتجمع كام نقاط، بتلعب قد ايه مباريات، بتتغلب كام مباراه، بتكسب كام مباراه. فدي اجواءها مختلفه عن كاس عالم. كاس عالم انت محتاج القوه الضربه بتاعتك، قوتك الضربه في اللعيبه اللي عندها خبره انها تعرف تبقى ليدرز في المباريات المهمه ومباريات كاس عالم. وده خلي بالك ده اكبر دليل على ان دايما المنتخب في بطولات رئيسيه ومهمه لازم يعتمد على ليدرز. اوكي. احنا منتخبنا الجيل الذهبي بتاعنا اللي كسبنا 3 بطولات متتاليين، احنا عشان احنا ما كانش قائد واحد بس، احنا كنا تحس ان الفرقه تبص تلاقي كل واحد يقدر يشيل الفرقه لوحده. انتوا الجيل بتاعكم ده اي لعيب فيه بيطلع كل واحد ويتحط في اساطير 2006 تحس ان كانت الفرقه مليانه نجوم كبار، وكلهم ممكن يشيلوا شرط الكابتنه. في 2008 رحنا البطوله، كانت بطوله صعبه جدا في غانا، ما حدش كان متوقع ان احنا هنكسبها احنا نفسنا، بس احنا لما نزلنا من اول مباراه ادينا اداء قاتل. خلاص لما ظهرنا بالشكل ده قلنا احنا هنكسب البطوله وكسبناها. وبعدين احنا طلعنا مين؟ احنا طلعنا كل الفرق اللي هي اصلا تكسب البطوله. وانت في الماتش الاولاني مطلع الجول بتاع الكاميرون. الجول بتاعك ده غير يعني طبعا ده غير بقى طبعا الماتش بتاع ريجوبرسونج ورايحين له المجموعه اللي بعدها على طول احنا رايحين لسونج. فاللي انا قصدي اقوله ان انت كمان كنت تحس ان اللعيبه اللي كانت بتلعب، احنا كنا بنقعد نحتار في التشكيل مين اللي هيلعب. انت النهارده بتبص، انت بس بتبص على اي منتخب كبير بتلاقي لعيب واحد بس هو النجم. يعني مثلا انت حتى المانيا، لما اتكلمنا على المانيا بجلاله قادره هو توماس مولر، لكن لو بصيت على بقيه اللعيبه لعيبه كويسه في الدوري الالماني، ومنهم في الدوري الانجليزي لعيبه كويسه. بس احنا ما بنتكلمش على الليدرز. بنتكلم على الليدرز اللي هو يبقى في جيل كامل ذهبي. ده مش زي الجيل بتاع فيليب لام بقى وكلوزا وبالك وشفاينشتايجر يعني ده جيل تاني خالص. ودلوقتي ممكن توني كروز يبقى برضو من اللعيبه اللي تحس ان هم ليدر، بس للاسف مش موجود مع المنتخب الالماني بكل تاكيد. فانا بتوقع في المنتخب ده انا يعني سوري في المجموعه دي انا يعني بلجيكا يعني بيفتقدها زي ما قلنا النجوم المهمه اللي مش هتبقى مؤثره. بس هتصعد في المجموعه دي وبعد كده هنخرجها.